يلا بسرعة هاتي نص كيلو رز مصري من عادي من المصري بتاعنا، وربع كيلو عدس اصفر، وهاتي حلة وتعالي نعمل حبة كشري اصفر او كشري اسكندراني عسل. لو في لحمة وفي كشري هتسيب اللحمة وهتاكل الكشري من طعمته. هنجيب حلة على النار وهنحط فيها معلقتين زيت ومعلقة سمنة، وهننزل ببصلاية مبشورة. ولازم البصلاية المبشورة في الكشري الاصفر يا جماعة، وما تخافيش، لا ده بالعكس هيضيف لها طعم مسكر وزي العسل، وغلا ريحته بقى وانت بتعمليه تحفة. ماشي، هتدبل بس كده البصلايه، وهنقوم نازلين بالعدس الاصفر اللي مغسول مش منقوع. انا غاسله بس العدس مش نقعاه، انا نقع بس الرز علشان خاطر ايه ياخدوا سوا بعض. تمام. هنقلب العدس كده شويه، وهنقوم نازلين بفلفل اسمر وبملح، وهننزل بالرز المنقوع بقاله نص ساعه او ساعه براحتك. تمام. رز مصري عادي من بتاعنا الابيض العادي. وهنقلب شوحي بقى كده حلو، وانزلي بميه او بميه سخنه او ميه من الحنفيه عادي. هننزل طبعا هنحط الملح وهننزل بالميه بس كده، وهنغطيها. ويعني زودي الميه سيكه كده بحيث ايه ما يبقاش مفلفل قوي، يبقى يعني ايه ميته زياده حاجه بسيطه كده. تمام. يبقى طعمه حلو قوي. إيه اتشرب كده من الميه. وهنقوم حافرين كده لاي عدد بيض بقى انت عايزاه. تمام. بدل ما هتسلقي البيض بره، لا هنسلقه في قلب الكشري. إيه، وفقشي كل بيضايه كده يعني لوحدها في طبق لوحدها. وحلو، وحط بقى ايه في الحفرة اللي انت فحرتيها دي، وحط على كل بيضاية ملح وفلفل بس كده، وغطيها لغاية ما تستوي خالص، وقدميها زي ما انت شايفة كده. اي تقديمة بقى انت عايزاها براحتك. زي ما انت شايفة كده هنقلبها، قدمها بأي طريقة بقى انت عايزاها. وهنحط البيض كده. انا بس ايه يعني البيضة بتطلع بايه بالكشري اللي حواليها، وبتبقى طعمها حلو قوي يا جماعة. إيه، وكمان لو عيالك مش بيحبوا البيض المسلوق هيحبوه بالطريقة دي. تمام كده. فتحوا كل بيضاية كده. انا بس بوريها لكم انها اتسلقت واستوت خلاص. وبحبكم في الله، وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.